معانا مجموعه ثانيه من الشباب المشجعين لجمهور النادي المصري. اهلا بكم معانا. وبتقولوا ايه النهارده في المظاهره اللي انت عاملينها؟ هي مش مظاهره، هي وقفه احتجاجيه. احنا بنقدم اعتراضنا الكامل والتام على مجلس الاداره. طب ومجلس الاداره مش عاجبكم فيها؟ ايه هي القرارات الخاطئه اللي اتخذها مجلس الاداره؟ كل قراراته خاطئه من يوم وفاه الحاج سيد الله يرحمه وما اتخذت قرار واحد صح. انت السنه دي ممشي 8 لعيبه فري، ليك عندهم بقيت عقدك، انت ممشيهم فري. ليه؟ مش دي فلوس النادي المصري؟ مش ده اهدار النادي المصري؟ اللي هو بيقول انه بيبيع اللعيبه عشان يجيب فلوس. طب ما انت سايب مواردنا اهي، ما انت سايب مواردنا بتضيع مننا. وانت رحت جبت لعيبه سوري يعني في الكلمه عواجز الانديه. انت جايبهم لنا منين؟ بتجيبهم لنا ليه؟ حضرتك المجلس اخد 10 مليون، فين ال 10 مليون؟ جايب لي حسام عبد العال وجايب لي حماده يوسف. المجلس ده بالذات في ناس من اعضاء مجلس الاداره اللي نجحت صرفت على الانتخابات عشان تنجح، اول لما نجحت ما صرفتش حاجه. طب وانتوا الوقفه اللي انتوا عاملينها النهارده ديت نفسكم نفسنا صوتنا يوصل لاول هم للمحافظ، لازم صوتنا يوصل للمحافظ. اي حد لازم المجلس يتحل. يعني انتوا عايزين المجلس لازم يتحل، لازم يتحل مع احترامنا الكامل لجميع اعضاء المجلس. المجلس ما كانش فيه غير الحاج سيد الله يرحمه، الباقي لا وجود له. حضرتك شايف مين اللي اصلح دلوقتي لقياده النادي المصري بدل من الدكتور علي انذار؟ على الاصلح والاحسن، واي حاجه من دي، اي حاجه صالحه للنادي المصري، اي رئيس مجلس معين تجاه السيد المحافظ يجيب لنا مجلس معين هنا. المجلس ده بالصوت والصوره. هات لي نمره واحد محمد جابر سمساره من تحت الترابيزه، اخد 150,000 جنيه. ابو قنيه بتاع الانتاج الحربي فين؟ عبد الرزاق بن اللي جابه فين؟ اسلام النجاري فين؟ حماده علواني فين؟ دودي الجباسي فين؟ احمد المنيا فين؟ تامر عادل فين؟ ايهاب المحسي فين؟ اهدار صفقه التسويق لاعب المريخ اللي مش لاقيين فلوس يديها له. مش هقدر اقول اكتر من كده. بتقولوا ايه النهارده بيحصل؟ المهزله واسوأ حاجه اتعملت في تاريخ النادي المصري اللي بقى، لان مجلس اداره ما ينفعش ولا يربط ولا حتى المدرب الفني ملوش شخصيه قويه. الكلمه الوحيده اللي يترد عليها الصوره دي. الكلمه الوحيده اللي بتتقال من اول لاخر الصوره دي اللي ترد. هل ده مجلس يصلح يجيب نبي مقوي؟ بص يا كابتن، قرعه بقالها 45 سنه. احنا عايزين الراجل يكون محترم يحترم الجمهور. احنا ننزل بدرجه ثانيه، ينزل بنا درجه ثانيه هيبقى قلبنا زي العسل. بس واحد يكون محترم ربنا ويعرف ويقدرنا. بالنسبه للصوره دي اللي ديت فرح، الصوره دي زي ديت تصور في فرح، مش في فرح متفبركه، مش متفبركه، اعماله باينه، هي اعماله باينه. ايوه. طب وانتوا شايفين ان ايه هي اخطاء المجلس اللي ارتكبها لحد دلوقتي؟ اخطاء المجلس بالجهاز الفني. اول حاجه راح بالجهاز الفني، اللاعبين ما بياخدش ما بيقعدش مع اللاعبين. الجباس في خروجه بره بلجيكا، مش خارج بره بلجيكا عشان يروح يلاحق. بس احنا عملنا معاه لقاء اول امبارح ودودي قال ان هو مش رايح، ان هو مش الزمالك. دودي راجع يا كابتن بعد اذنك معلش، احنا النهارده واحد بيمسك النادي فتحنا بقرش ونص بينافس على النهارده دول جايبين برضه بيرجع زي ما العادتها لما راح يجيب لنا واحد زي محمد جوده، واحد راح يجيب لنا واحد زي ابراهيم سعيد. واحترامنا للاعيبه دي، واحترامنا مجرد اللي هو قال لنا اللي هو هيجي كابتن الاستاذ علي فرج الله كبيره يمسك نادي البنوك ترابيزه بينج بونج، واخد بالك؟ ترابيزه بينج بونج، مش يمسك نادي دول عالم جهله. الرئيس بالانابه ده الرئيس بالانابه جاهل، والخمسه اللي معاه جهله. طب انتوا شايفين النادي بيشتغلوا صالح جيوبهم؟ شايفين ان مين ممكن يمسك النادي المصري من اول صفقه محمد بين الدورين، واخد بالك واخد 150 ترابيزه لغايه دلوقتي اخر حاجه عاشور لاجئ. وادي احنا عايزينهم وقفوا قدام رغبه الشعب كله. هنا وفينا فين جمهور فين الموارد الماليه اللي هيقول لك مين حكومه ايه رئيس النادي وما معهوش في زي ما انت شايف حنفيه مش على الحروب الشعب اهو الاسلام اللي عايز تقول لك حد يقدر يقول الكلام ده. احنا بنطالب الاستاذ علي فرج الله بعودته ترابيزه البينج بونج في نادي البنوك. يا جماعه انتوا شايفين عربيه جديده امبارح علي فرج الله ب 60,000 جنيه جابها منين؟ ما جابهاش من زمان ليه؟ اشمعنى امبارح؟ والقهوه اللي اتفتحت امتى؟ الفلوس راحت فين؟ اتسرقت في البيوت. يا جماعه طب انتوا شايفين دلوقتي مين يصلح